أكيد ليك الصاحب الجيماوي اللي بيشجعك دايما تروح الجيم، لكن انت بعد أول أسبوع بتفقد الشغف وهو مكمل عادي من الجيم للساونا الأكل الصحي اللي انت شايفه ملوش طعم. لكن الساونا، هل الساونا فعلا ليها لازمة؟ هل الساونا ممكن تطول من عمرنا؟ تعالوا نعرف ايه اللي بيحصل في جسمنا لما ندخل الساونا. درجة الحرارة في الساونا كلنا عارفين قد ايه هي عالية، بالإضافة للجو الجاف وكمان 20% رطوبة. أول ما جسمك بيتصدم بكل ده، نظام التنظيم الحراري في الجسم بيشتغل بأقصى طاقته. خلايا الحساسة للحرارة في جلدك بتغير شكلها وبتبعت إشارة لدماغك إن درجة الحرارة بقت أعلى من الطبيعي، فالدماغ بدورها بتبعت إشارة للأوعية الدموية إنها تتسع عشان الدم يدور في الجسم بشكل أسرع ويبرده. الحرارة توصل للجلد اللي بيبدأ يطردها في شكل عرق، في الوقت ده بتحس إنك بتغليه داخليا. كل ده فكرك بإيه بقى؟ صح، الرياضة. العلماء بيشبهوا تأثير الساونا على الجسم بممارسة الرياضة باعتدال. طبعا الساونا مش بديل للتمرين، لكنها بتجهد القلب بطريقة بسيطة. كمان الحرارة زي ما كلنا عارفين بتساعد على التعافي من الإجهاد العضلي. تعالى نعرف ايه اللي بيحصل لجسمك وعضلاتك وقت التمرين. عضلاتك وقت التمرين بتتعرض لتمزقات صغيرة، وده بيجذب خلايا مناعية عشان تصلحها وتقويها، لكن العملية دي بتسيب وراها التهابات وألم. الحرارة تزود تدفق الدم، فده بيساعد الجسم على شفاء ألم العضلات بشكل أسرع. ومع الوقت العلماء لاحظوا إن الناس اللي بتستخدم الساونا بانتظام عندها التهابات أقل مع التقدم في السن، وده مهم لأن الالتهابات المزمنة سبب في أمراض كتير جدا. في كمان حاجة اسمها بروتينات الصدمة الحرارية، دي جزيئات بتحمي خلاياك، بتصلح الحمض النووي، كمان بتراجع أداء الإنزيمات. في دراسات بتقول إن الناس اللي بيدخلوا الساونا باستمرار عندهم مستويات أعلى منها. بذكر الدراسات بقى نختم بدراسة عن صحة القلب اتعملت في أوائل الثمانينيات. العلماء اختاروا مجموعة رجال فنلنديين أكتر من 2000 شخص، تابعوهم لمدة 20 سنة كاملة بيسجلوا فيها عاداتهم، أكلهم، لياقتهم، كمان أسلوب حياتهم بشكل عام. وكانت المفاجأة في النتائج إن في عادة غريبة كانت مرتبطة بصحة أفضل، والعادة دي هي استخدام المتكرر للساونا. لكن ما كانتش مفاجأة للفنلنديين، لأن دي كانت عادة وتقليد عندهم من 9000 سنة، مش هما بس، لكن ثقافات تانية كتير زي الرومان، اليابانيين، والسكان الأصليين لأمريكا. في النهاية لازم نفتكر إن الحرارة مش مناسبة للجميع، خصوصا الحوامل وبعض الأمراض التانية، لكن الواضح إن علاقتنا بالحرارة أعمق بكتير مما كنا فاكرين. يمكن يوما ما نفهم أكتر إزاي الساونا ممكن تكون مفتاح لصحة أطول وقت. ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، وفولو لو بتشوفنا على السوشيال ميديا. سلام.